السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أجمل إخوات في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله النهاردة هتكلم معاكم كأننا قاعدين مع بعض في البيت، وبنحكي عن إزاي تكملي أهدافك لحد ما تحققيها من غير ما تملي أو ترجعي لنقطة الصفر من تاني. الفيديو ده من الآخر هيبقى شحنة طاقة وتشجيع ليكي، فاعملي حسابك تقعدي معايا للآخر. وانا ضيفة مش عايزة ولا شاي ولا قهوة، كفاية انك تعملي لي لايك عشان اعرف ان الفيديو عجبك، وكومنت حلو زيك يشجعني، وانك تشاركي الفيديو عشان يوصل لعدد كبير من اخواتنا في كل مكان والكل يستفاد. بس كده، تعالي بقى قوليلي بصدق، كام مرة بدأتي هدف بحماس وبعد اسبوعين الحماس وقع، والورق اللي كتبتي عليه اهدافك اختفى تحت كومة اوراق تانية، ولقيتي نفسك في نفس النقطة، نفس الاحباط ونفس الجملة اللي بتوجع، وهي أنا مش قادرة أكمل. أنا هنا علشان أوريك إزاي تكسري الدايرة دي للأبد. من النهاردة مفيش رجوع لنقطة الصفر تاني. طيب، هنا السؤال المهم، ليه ده بيحصل وليه بنرجع لنقطة الصفر تاني؟ رقم واحد، لأنك اخترتي هدف مش نابع من قلبك ومش مناسب ليكي، مجرد موضة أو تقليد. رقم اتنين، الضغط على نفسك زيادة عن اللزوم في الأول. رقم تلاتة، مفيش خطة واضحة، مجرد أمنية. رقم أربعة، عدم وجود بيئة تشجعك أو ناس حواليك يفكروكي بهدفك. أما رقم خمسة، فهو الخوف من الفشل اللي بيخليك تسيبي هدفك قبل حتى ما تبدأي فيه. وهنا أنا عايزة أحكي لكم على قصة واحدة نعرفها كويس جدا، كانت دايما بتحلم إنه يبقى ليها دخل مادي يكون خاص بيها، حاجة تبقى من مجهودها هي، علشان لما تحب تجيب حاجة أو تساعد في البيت أو تحقق حلم صغير ما تبقاش مستنية رد من حد. بدأت بحماس في السماء، وعملت بحث واتعلمت، وحتى كمان فتحت مشروع صغير من البيت واشتغلت فيه كام يوم بكل طاقتها. وبعد أسبوعين الكسل دخل والظروف ضغطت والطلبات زادت، وفجأة المشروع وقف. ايه ده؟ لحد ما في يوم قعدت مع نفسها وقالت، هو أنا هفضل كده لحد امتى؟ هو أنا هفضل طول عمري أبدأ وارجع تاني وارجع لنقطة الصفر؟ هو أنا هفضل مستنية لما الظروف تكون مثالية؟ وقررت من اللحظة دي إنها هتكمل مهما حصل، حتى لو الظروف مش مناسبة، حتى لو مفيش حماس. بقت تصحى بدري كل يوم حتى لو بالعافية، وبتشتغل في مشروعها حتى لو مش قادرة، بكل بساطة لأنها عرفت إن النجاح مش إنها تشتغل وقت الحماس، النجاح إنها تكمل حتى لو هي ما عندهاش طاقة ولا عندها قدرة إنها تكمل. لأن اللي هيرجع لها حماسها هو النتيجة اللي هتوصل لها بعد الإصرار والاستمرار. ومع الوقت الدخل فعلا بدأ يزيد، والثقة في نفسها كبرت أكتر وأكتر، ودخلها بقى ثابت، وبقت تقدر تعمل كل حاجة نفسها فيها من غير ما تبرر لحد. والأهم من ده كله إنها بقت واثقة ومتأكدة إنها تقدر تحقق أي هدف تحطه قدامها. عرفتي بقى يا أختي الجميلة ليه لازم تكملي وتنجحي وتوصلي لهدفك؟ طيب، إيه العلامات اللي لو ظهرت عليكي تاخدي بالك منها وتعرفي إنك بدأتي توقفي؟ رقم واحد، إنك بتأجلي المهمة كل يوم لليوم اللي بعده. رقم اتنين، بتلاقي نفسك بتقولي هبدأ لما أكون في مود أحسن. أما رقم تلاتة، إنك فقدتي الحماس وبتشتغلي بالعافية. رقم أربعة، مش بتشاركي هدفك مع حد زي الأول. ورقم خمسة وآخر حاجة، إنك بدأت تدوري على أعذار وأسباب أو ظروف تمنعك من إنك تكملي. طيب، لو انت بالفعل دلوقتي بتسمعيني وحاسة ان العلامات دي عندك، تعملي ايه؟ لازم تقفي وقفة مع نفسك فورا وتتصرفي. ارجعي افتكري ليه بدأتي الهدف ده اصلا. علشان كده قلتلك اكتبي على ورقة سبب الهدف وشعورك وكل حاجة علشان لحظة زي دي. تاني حاجة، اعملي خطوة صغيرة النهاردة فورا حتى لو بسيطة قوي، علشان ما تديش فرصة للمخ ابدا انه يكسلك اكتر. تالت حاجة، كلمي حد بيشجعك، حد يكون مقرب منك وعارف قيمة الهدف ده بالنسبة لك، أو حتى اقعدي مع نفسك وراجعي ظروفك وأسبابك. صدقيني لو عالجتي العلامات بدري عمرك ما هتوقفي ولا تلاقي نفسك في نقطة الصفر من تاني. ولو لزم الأمر غيري الخطة أو الطريقة اللي بتعمليها علشان توصلي لهدفك. مش لازم الخطة دي بالذات، ممكن قوي تغيريها لو لقيتيها مش مناسبة لوقتك أو يومك. ومش معقول إنك ترجعي تعيدي كل مرة نفس الخطة بنفس الطريقة. ما هي بالعقل كده، لو كانت مناسبة كانت نفعت من أول مرة. يعني هديك مثال بسيط جدا، 3 زائد 2 بتساوي 5، بس 4 زائد 1 بتساوي 5 برضو. يعني معنى كلامي إن في كذا طريقة ممكن توصلك لنفس الهدف، مش لازم تربطي نفسك بحاجة واحدة. لو ما نجحتش يبقى انت مش هتنجحي. غيري كل مرة الخطة، غيريها كل ما تلاقيها مش مناسبة.
ودلوقتي تعالى أقولك على كام حاجة تساعدك إنك تكملي وما توقفيش. رقم 1، هتختاري هدف يلمس قلبك ويكون ليه سبب شخصي قوي يعلي همتك لما تفتكريه. رقم 2، إنك تقسمي الهدف ده لمراحل صغيرة واحتفلي بكل خطوة تنجزيها. رقم 3، سجلي تقدمك حتى لو بخط على تقويم أو تطبيق. رقم 4، حطي بدايل للأيام اللي مش قادرة تعملي فيها حاجة من المطلوبة. رقم 5، اتعلمي تقولي لأ للحاجات اللي بتضيع وقتك. رقم 6، كل أسبوع راجع انت فين من الهدف، ودي حاجة مهمة جدا. عدلي الخطة زي ما قلتلك لو لازم الأمر وشفت انك ما أنجزتيش حاجة. وكمان لازم تعرفي في البداية انك بتختبري الحاجات اللي بتساعدك والعكس، ومن هنا بتتكون خبرتك اللي ان شاء الله هتساعدي بيها غيرك في المستقبل لما تنجحي. لما تحسي بكسل ما تقوليش شوية كده أو بكرة هبدأ، لأ، قولي هشتغل بس 5 دقايق الحاجة البسيطة، وصدقيني عن تجربة هتلاقي نفسك بتكملي. هي أول خطوة بس بتساعدي نفسك بيها، وربنا بيشوف تعبك وبيمدك بالقوة اللي تقدري تنجزي بيها. وما تنسيش إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني انت لازم تبدأي بالخطوة الأولى وربنا هيسهلك باقي الخطوات. بصوا بقى يا حبايب قلبي، مفيش حد فينا ما عملش محاولات ووقف في النص، ده طبيعي جدا. الفرق الوحيد بين اللي بيوصل واللي بيفضل مكانه هو ان اللي بيوصل بيقوم تاني حتى لو وقف 1000 مرة. انا عايزاكي من النهاردة ما تعلقيش نفسك بالماضي ولا بعدد المرات اللي وقفتي فيها ولا بالناس اللي قالتلك انك مش هتقدري. احنا هنا علشان نكمل وعلشان نثبت لنفسنا قبل اي حد اننا نقدر. فدلوقتي قوليلي في التعليقات ايه الهدف اللي هتبدأي فيه اول خطوة صغيرة النهاردة، وكم مرة قبل كده حاولتي ووقفتي. ومش بس كده، انا طماعة شوية، لو الفيديو حسسك بطاقة او حماس او حتى اداكي فكرة جديدة اكتبيلي، يمكن يكون كلامك بيشجع واحدة تانية، والاكيد انه هيشجعني انا ان اكمل. خليكي معايا علشان لازم نكمل سوا. وافتكري دايما كل خطوة صغيرة بتقربك من حلم كبير، واهم خطوة انك ما توقفيش. خلص الفيديو بتاع النهاردة، وزي ما احنا متعودين كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.